شيوع الاتهام. ثانيا، التناقض ما بين الدليل القولي والدليل الفني. ثالثا، بطلان التقرير الطبي الصادر من مستشفى المصريين. رابعا، كيدية الاتهام وتلفيقه. خامسا، التراخي في الإبلاغ. سادسا، عدم معقولية الواقعة وتصورها من حيث المنطق والعقل. سيد الرئيس، بالنسبة للدفع الأول وهو شيوع الاتهام، فقد تعلمنا من هيئتكم الموقرة بأن الشيوع هو تعدد المتهمين، وفي خصوص قضايا الضرب هو تعدد المتهمين بإحداث الإصابة. وحتى يكون ذلك في محله أي الدفع، لابد وأن يحدد المتهم وبكل دقة عدد المتهمين والأداة المستخدمة فيها ودور كل واحد منهم في إحداث الإصابة. وبإنزال ذلك على وريقات الدعوة التي نحن بصددها اليوم، نجد أنه قد جاء التقرير الطبي عبارة عن ساحجات بالكتف الأيمن وكتمة بالساعد الأيمن. طب النهارده معالي المستشار جليل، عدد المتهمين عندي كام؟ عدد المتهمين عندي 3. طب النهارده على فرض تصور تلك الرواية، فهل قام المتهم الأول بضرب المجني عليه على كتفه، ثم أفسح مجالا للمتهم الثاني الذي جاء وضربه على ساعده الأيمن؟ فأين إذن دور المتهم الثالث في إحداث إصابة المجني عليه؟ هذا بالنسبة للدفع الأول. أما بالنسبة للدفع الثاني معالي المستشار الجليل، وهو بطلان التقرير الطبي الصادر من مستشفى المصريين، فقد تعلمنا من هيئتكم الموقرة بأنه من المتعارف عليه بخصوص التقارير الطبية بأن المتهم يحضر أولا إلى القسم إذا كانت حالته لا تستدعي أن يذهب أولا إلى المستشفى. وفي الحالة التي نحن بصددها اليوم، إصابة المتهم عبارة عن كتمة وسحجة، فلا تستدعي أن يذهب إلى المستشفى مباشرة. فنجد أنه كان من الأولى على المتهم أن يقوم بالذهاب إلى قسم شرطة البدرشين ويقوم بتحرير محضره، ثم يتم سؤاله: هل ترغب في تحويلك للكشف الطبي عليه؟ فيجيب: أيوة. ثم تحرر ملحوظة: لقد تم تحرير خطاب إلى المجني عليه لعرضه على المستشفى فلانة الفلانية. ولكننا وجدنا غير ذلك تماما. وجدنا أن المتهم قد حضر إلى ديوان القسم ومعه التقرير الطبي. كيف يحضر المتهم إلى ديوان القسم ومعه التقرير الطبي؟ النهارده ممكن يد العبث تمتد إلى ذلك التقرير الطبي. النهارده من المتعارف عليه إن التقرير الطبي بيتم تحريره في المستشفى، ثم بعد ذلك يأتي مندوب من القسم يذهب إلى المستشفى ويأخذ ذلك التقرير ويتم وضعه في ملف قضية المتهم. لكننا وجدنا غير ذلك تماما. وجدنا أن المتهم قد حضر إلى ديوان القسم ومعه التقرير الطبي. طب الحاجة الثانية كمان اللي نتأكد بطلان ذلك التقرير، النهارده المتهم في التقرير الطبي لما اتسأل عن عنوانه قال إن عنواني نفس ما جاء بالمحضر. طب النهارده نفس ما جاء بالمحضر إزاي؟ إذا كان النهارده المتهم أصلا لسه ما راحش للقسم علشان يعمل تقرير طبي، يبقى إزاي كتب له في التقرير الطبي إن هو نفس ما جاء في المحضر، إن عنوانه نفس ما جاء في المحضر؟ وما يؤكد ذلك الدفع ويؤيده ويقويه، النهارده التقرير الطبي صادر الساعة كام؟ صادر الساعة 12:30. المحضر معمول الساعة كام؟ معمول الساعة 1، أي أن الفترة الزمنية هي نصف ساعة. طب التقرير الطبي معمول فين؟ التقرير الطبي معمول في مستشفى المصريين. المحضر معمول فين؟ المحضر معمول في قسم البدرشين. المسافة ما بين مستشفى المصريين واسم البدرشين قد إيه؟ تبعد حوالي ما يزيد عن ساعة أو ساعة ونصف. طب النهارده المتهم خد التقرير الطبي بتاع المستشفى واتكشف عليه، وبعد كده خد التقرير الطبي بتاعه وخرج من المستشفى
وذهب إلى الاسم، كل دوت في نصف ساعة فقط، هذا يؤكد وبحق بطلان التقرير الطبي الصادر من مستشفى أم المصريين وامتداد يد العبث إليه. والقاعدة القانونية بتقول أن الشك دائما ما يفسر لصالح المتهم. الحاجة الثالثة معالي المستشار الجليل بالنسبة للدفع الثالث وهو التناقض ما بين الدليل القولي والدليل الفني. أنا عندي تقرير طبي جاي بيقول إن إصابات المتهم عبارة عن سحجات وكلمات. المتهم تم سؤاله في المحضر ما هي إصابته ومن محدثها وبأي شيء أحدثها. فأجاب أنا إصابتي في دراعي الشمال وفي ايدي الشمال وفي ايدي اليمين وفي ظهري وفي رقبتي، وان اللي ضربني 3 متهمين هم زيد وعبيد وحسنين وضربوني بسكينه. طب النهارده عشان نأكد لهيئة المحكمة الموقرة بأن هذه الرواية هي رواية مختلطة وليس لها أي أساس من الصحة ومن الواقع والقانون، النهارده السكينة بتحدث إيه؟ النهارده السكينة تحدث جرح قطعي، مستحيل إن هي تحدث كدمات وسحجات. فالنهارده عشان يقول لي إن في 3 جم وتعدوا عليا وتعدوا بسكاكين وتكون إصابته سحجات وكدمات، فهذه الرواية لا يمكن أن يتصورها منطق ولا عقل. الحاجة الثالثة نلتمس الكلام عند الفشار.